يا مساء الخير عليكم. تعالوا هنعمل مع بعض أكلة شاملة متكاملة. معايا هنا صدور فراخ زي ما انتم شايفين كده. أنا شايلة منها الأجنحة وخليها من الجلد وما فيهاش أي حاجة. هبتدي إن أنا أفتحها كده زي ما انتم شايفين بالسكينة أهو، ومفتوحة من الجنب كده زي ما انتم شايفين. أنا مفتحة الباقي لكن حبيت أوريكم. شلت قطعتين كده أوريها لكم كده تمام. تعالوا بقى إيه نملحها. هنحطها كده ونرش عليها ملح وفلفل اسود، نعمل لها كده مساج اهو من فوق الوش زي ما انتم شايفين. نرش ملح وفلفل كده، بنعتبر ان احنا بنملحها. وريحه الفلفل طبعا احنا في غنى ان احنا نتكلم عنه، الفلفل الاسود وريحته بالذات مع اللحوم بيعمل ايه. بصوا كده اهو، كده احنا حضرناها ان احنا هنبتدي نجهزها ان احنا نعملها في الصينيه بتاعتنا. تعالوا هنا بقى نعمل التتبيله بتاعتها. معايا انا بصل خدت نصه عشان احتاج نصه في بقيه الوصفه. معايا بصل انا بشراه على فكره اهو. معايا طماطم مبشورة، هنقلب البصل بالطماطم طبعا بقى حسب كمية الفراخ بتاعتك انت تحطي قد ايه بصل تحطي قد ايه طماطم. معايا ليمونتين، معايا هيل اللي هو ده الحبهان، انا واخده اللي في قلبيه من جوه زي ما قلت لكم قبل كده، ملح كزبره فلفل اسود وقرفه. تعالوا، وطبعا كام قرن فلفل سبايس انا مقطعاهم صغير كده. كل ده انا قلبته على البصل والطماطم. وهدي عصير ليمونتين اهو. مش هجيب العصارة، لا بكسل، يبقى ايه نستخدم السكينة عشان الليمون بيبقى ناشف شوية اهو. الليمونتين انا خدتهم كلهم. هنحط ايه بقى على بقية التتبيلة بتاعتنا الجميلة دي اهو، نقلبها كويس. هنحط ما يعادل معلقة زيت، هنقول معلقتين زيت. وهنحط ما يعادل زيهم خل اهو. نقلب كده كله كويس بعضه. الخلطة دي هتخلي صدور الفراخ دي في حتة تانية. وكمان القرفة بقى وانتي بتسوي تفرجي وشمي الجمال. قلب كويس جدا. شوف بقى هنعمل ايه. انا هشتغل بايديا بصوابعي كده اهو. هنجيب الفراخ، جبت الصينية، هخش في الفتحة الكبيرة والفتحات اللي انا فتحتها قدامكم بالسكينة هحشي فيها كده ايه اهو. بصوا ادخل فيها كده، اجيب صدر تاني. بصوا الفتحة الكبيرة اهي برضو اهي، وهقفلها واقلبها واخش برضو في الفتحات اللي انا فتحتها بالسكينة. هنمشي بكل الكمية كلها بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. خلصت الكمية كلها اللهم بارك. بصوا اخد بقى بقية التتبيلة هنزل بيها كلها هنا. خلصت معانا كده صدور الفراخ بالتتبيلة بتاعتها. بصوا بقى انا مش هحط مية ولا اي حاجة. شايفين المية دي اللي هي بتاعت البصل والطماطم والخل اللي انا عملته هي اللي هتسوي الكلام ده كله. نيجي هنا هنجيب بكرة الفويل، هنقص منها حتة كده اهو، هنقفلها كويس جدا. المهم ان هي ما يكونش فيه اي مكان مفتوح في ورق الفويل ده خالص. هنقفل خالص كده وهنجيب حتة تاني حاطين بالعرض كده برضو عشان نقفلها خالص، عشان الورق الفويل ده مع المية اللي نزلت من البصل والطماطم والخلطة اللي احنا عملناها هي اللي هتسوي الصينية دي اهو. قفلتها كويس جدا كده اهو. ندخلها بقى على الفرن ونشوف احنا هنعمل ايه. بصوا بقى انا معايا فاصوليا خضراء. بصوا التقطيعه المواربه دي جميله احسن من التقطيعه العاديه. بصي الفاصوليا لما تجيبيها كده ديت بتبقى اتقال عليها شيخه. دي بصي لو سويتيها تلاقيها البذره طلعت في حته والجلده طلعت في حته، فطبعا ملهاش لازمه. بصوا الفاصوليا طبعا اهو. احنا هنشيل الجزئين اللي فوق، وعشان تنجزي 2 3 4 تقطعيهم مع بعض، بس انا هوريكم 2 هقطعهم بالتقطيعه المواربه كده اهو. بصوا احنا قلنا ان العين بتاكل قبل البق، فلازم المنظر بتاعنا في طبقنا يبقى جميل ولذيذ. جبنا الوك، هقلب فيه الفاصوليا. انا هعمل الفاصوليا ني في ني. اللي يقول لك بقى الفاصوليا بيتقللها والكلام ده دي افتكاسات بصراحه، ده رايي الشخصي انا ما اقتنعش بيه. نزلت عليها انا دقه توم وباقي البصل اهو اللي انا سبته من الفراخ. حطيت هنا الفاصوليا، توم انا دقاه، بصل، معلقه كزبره،
دي التوابل بتاعتنا: معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل بطماطم انا ضربها في الخلاط، بس مش هاخدها كلها. ليه مش هاخدها كلها؟ هقول لكم. وهدعم الطماطم ديت بمعلقتين صلصه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ولا اروع من كده. ومعايا انا هنا شوربه انا طلعتها، كانت عندي في الفريزر، هعمل منها بقيه الاكل. نزلت انا بثلاث كبشات كده من الشوربه، عشان كده انا ما كترتش طماطم كتير، ودعمت بمعلقتين صلصه. وهنزل بسمنه كده، معلقه سمنه كبيره اللي انتوا شفتوها دي، عشان الشوربه معايا سمينه اهو. رفعتها على النار. بصوا الريحه قلبة الدنيا كلها. تعالوا بصوا لون الفاصوليا بقى عامل ازاي، جميله. طبعا الخضار ملين للطبيعه وبيدي نضاره للبشره وقيمته الغذائيه عاليه جدا جدا جدا. هزود كده حبه ملح ونديها تقليبه كمان. بصوا اللهم بارك، ابتدت تخش في السوا معايا، تاخدش وقت على النار. نوارب الغطا كده عشان ما تفرش مننا وتوسخ البوتاجاز وتبهدل لنا الدنيا، ونرجع نبص عليها تاني. انا ماشيه باكلي في التدريج كده على طول، يعني انا بعمل اكلي بالتدريج. بصوا كده، انا عايزه اوريكم بس واحده كده انها استوت ازاي. هي كده استوت عشان انا هطفي عليها طبعا اهو. بصوا طحها بالمعلقه كده. بصوا استوت معايا ما شاء الله. والريحه بسم الله ما شاء الله، لا تسلم ايديا. بصوا تعالوا بصوا بقى. الرز عملته في فص مستكه طبعا. وبعدين ايه، احنا عارفين القصه في الرز اللي انا بعمله. معايا هنا انا خدت جزء من الشوربه، حطيت عليه حبه عصير طماطم، وحطيت عليه ايه بقى، حته توم مدقوقه، ولفيت الملوخيه زي ما انتم شايفين. للاسف الملوخيه دي برضو جاهزه اللي هي بسمه، ما لحقتش اجيب ملوخيه عشان اعملها. جبت هنا طاسه على النار، حطيت فيها معلقه سمنه كبيره. هبتدي ان انا اعمل التومه بتاعت الملوخيه. بصوا العيش، التوم دوت العيش الواحد كده بيبقى بعد عايز يعمل الطشه التوم دي يخش جوه الطاسه نفسها. حطينا حبه كزبره على التومه ونشوح كده. بصوا بقى انا مش هقلب التومه على الملوخيه، انا هعكس. بصوا واحد صايمه جعان. بصوا بصوا اللون، ايه ده، الريحه جميله جميله. مين ما بيحبش ريحه التوم؟ بص ايوه كده، هي كده تمام. الدنيا ظبطت معانا في اللون اللي احنا عايزينه اهو. بصوا اهو كده. هنعمل ايه بقى، قلب كويس ايوه كده. جايبين الملوخيه وانزل يا معلم، والجدع بقى فيكم يتكلم. بصوا ايه الجمال ده، اللهم صل على النبي. حاجه جميله. خلصنا الملوخيه بتاعتنا. تعالوا بقى، جبت ووك حطيته على النار. كل ده الفراخ في الفرن خلي بالكم. حطيت معلقه سمنه قليله برضو عشان الشوربه دسمه اللي كانت عندي، انا كنت شايلها في الفريزر. حطيت فص مستكه صغير ساح مع السمنه. نزلت بكيس لسان العصفور دوت اللي هو 350 جرام، خدت بتاع ربعه. احنا عايزين نشرب شوربه لسان عصفور، مش عصفور بالشوربه زي الناس ما بتعمل كتير. هنديها تحميصه كده جميله زي ما انتم شايفين اهو. بصوا كده اتحمص معانا اللون اللي احنا عايزينه. هنبتدي ننزل بالشوربه بتاعتنا. شوفي بقى اول ما تنزلي بكبشه الشوربه ديت، ريحه المستكه بتبهدل الدنيا اهو. هنبتدي ننزل بالشوربه كده زي ما انتم شايفين حسب كميه الشوربه اللي انت عايزاها. بصوا 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 لون لسان العصفور كده. انا مش هسويها قوي، هخليها تكمل سواها مع نفسها كده. انا حسيت ان هي عايزه ملح، اديتها ملح تاني اهو. بصوا كده هي خدت لفه واتنين، وانا هقفل عليها. هطفي بعد ما اطفي البوتاجاز على طول، هروح حاطه غطا الحله كده واقفل عليها تكمل سواها هنا. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا طلعت من الفرن اهو. هنشيل ورق الفويل. بصوا شربت كل السوائل اللي فيها، شايفين الريحه، ايه ده ايه ده، عجب. نوزعها كده بعيد عن بعضها اهو، شايفين كده. هنبتدي نطلعها على الشوايه، هديها لمعه زيت من فوق الوش واطلعها على الشوايه اهو. اديتها لمعه زيت، سقطت مني في التصوير على فكره. بصوا ايه ده،
استوت، بصوا عامله زي زبده، نادي الاكيله. تعالوا بقى نشوف سفرتنا احنا عملنا عليها ايه، ولا اروع من كده. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. الفراخ بتاعتنا اهي، اللهم بارك. بصوا الجمال، احنا قلنا العين بتاكل قبل البق، شايفين ايه ده؟ تسلم ايديا والله. بصوا الفاصوليا القمر اللي انا مش شايفه ناس كتير بتعملها، ريحتها كده وانت بتعمليها ني في ني عيش. الرز بالمستكه والشعريه بتاعنا. تعالوا هنا، ده الخيار ده انا خليته التخليل السريع، هنبقى نعمله فيديو مع بعض، اللي هو قبل انا ما ابدا في الوصفه بتاعه الاكل كنت بعمله. ما خدش معايا نص سوا. الشوربه بصوا بقى، لسان العصفور لا مهري ولا حاجه. بصوا مش تلاقي الطبق كده مليان لسان عصفور. الملوخيه. وكده خلصت معانا الوصفه بتاعتنا. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني على صفحتي وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستجرام. شيف لولا، استنوني في كل جديد. باي باي.